ما تيجوا بينا نشوف هنعمل ازاي الجلاش بالشكل ده، شكل المروحة، بطريقة سهلة وهنزينه بمنتهى اللذاذة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. تعالوا نعمل النهاردة الجلاش بطريقة مختلفة بشكل جديد. تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا ونبدأ مع بعضينا. هاتي لفة جلاش وتعالي نعمله بطريقة جديدة سهلة مش هتاخد مننا وقت. يلا بينا. نص كوباية سكر، نص كوباية سمنة، فانيليا، سكر بودر حوالي 3 معالق سكر بودر، عندنا الليمون، عندنا هنا سوداني مجروش بالشكل ده، ومكسرات، اي حاجه الموجوده منها هنشتغل بيها. يلا بينا نجهز اول حاجه الشربات. معايا هنا عندي كوبايه ميه، هنزل عليها نص كوبايه سكر، عصره ليمونه، هسيبهم على النار. اما تبتدي تتقل معايا انا مش عايزاها خفيفه، عايزاها تكون السمك بتاعها تقيل شويه. اما تبتدي تتقل معايا هركنها على جنب. تعالوا نشتغل بقى في الجلاش مع بعض. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الجلاش. عندي الجلاش كده بتاعي هفرده. هجيب بقى ورقتين عندي بالشكل ده، عندي طبعا السمنه مسيحاها وادهن. نجيب بقى السكر كده، سكر بودر. بصي بقى هنجيب الورقتين نصين كده، تمام بالشكل ده. هنقطعها نصين، هو شكل مختلف شويه كده، يعني ايه تجديد يعني. فاكرين بقى الهوايه كده اللي احنا كنا بنعملها دي؟ فاكرينها بالورق بتاع الكراسه بالشكل ده؟ اهي انا سهلها عليكي وهوريكي تعمليها كده. احنا ممكن نعملها مره واحده كده اهي. شايفين بقى الشكل كده؟ بس كده تمام. هجيبه نصين كده. هنثبتها ازاي؟ هوريكي هنثبتها ازاي دلوقتي. عندنا الخله دي كده، ندخلها كده بس بالشكل ده. هدهن برضو الوش دهنه كده ايه خفيفه بس كده. هكمل بقيه الكميه بنفس الطريقه وارجع اوريكم شكلها عامل ازاي. ماشي كده الشربات عندي خلاص تمام. هحط رشه فانيليا واقفل عليه. كده جهزنا الصينيتين عندي اهو بالشكل ده، شايفينه؟ هندخله الفرن. انا شغلت الفرن على درجه حراره 180، مش هياخد معانا 10 دقايق بالظبط، لانه طبعا الورقه عندي خفيفه مش هتاخد وقت. بس مشغله الفرن على تحت، وبعدين لو احتجت اشغلها على فوق، لو لقيت تحت معايا ادى لون وفوق لسه، هشغلها فوق حاجه بسيطه كده على طول. يلا بينا. تعالوا بينا بقى نشوفه. انا ولعت عليه الشوايه بعد ما خد لون معايا من تحت. تعالوا نشوف بقى اللون بتاعه عامل ازاي. شايفين؟ تعالوا بقى وهو سخن كده. انا عندي هنا الشربات بتاعي بارد تمام، مجرد كده بالفرشه وهمسح بس عليه من فوق. بصوا بقى، احنا ممكن نقدمها بالشكل ده هتبقى تمام وجميله، بس احنا حابين بقى نعمل تغيير كده وشكل كده لطيف كده. يعني هنجيب شويه شوكولاته كده بالشكل ده ونسيحهم على حمام بخار. نجيب بقى ايه سوداني كده مجروش، سوداني، مكسرات، زي ما تحبوا. في نقطة مهمة، احنا لسه ما شلناش الخلة دي، مش هشيلها وهي سخنة، تبرد معايا خالص وابتدي اشيلها علشان تفضل معايا محتفظة بنفس الشكل اللي احنا عاملينه. بصوا بقى الشكل بتاعها عامل ازاي. تعالوا برضو نعمل شكل تاني مختلف. بصوا بقى عندنا الشوكولاتة دي اللي هي الملونة دي، برضو بقى شكلها حلو بقى. دي بقى مغرية للأطفال بقى، الجمال والقمر ده بقى. تعالوا بقى نشيل الخلة بتاعتنا دي. بصوا بالشكل ده كده هتشيليها، هتشيل معاكي بسهولة. بصوا بقى ماسك نفسه ازاي، مفكش معايا. شايفين الشكل؟ خلصت وصفتنا. عملنا النهارده الجلاش المروحه بطريقه سهله وجديده ومختلفه شويه، وزيناها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفه تعملوا لايك وشير وفولو. باي باي.